اي حد زملكاوي يسال عليا اقول له مأمون مش موجود. ماشي. يا عم الاهلي غلطان، الاهلي وحش، الاهلي وحش، بيقعد يكسب بطولات ومضايقهم مزعلهم. يلا يا حبيبي، لا لا، اي حد زملكاوي لا. ماشي يا حبيبي، ماشي، مع السلامه، مع السلامه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. لما الأهلي خسر السوبر الأفريقي، أنا قلت لكم لعله خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقلت لكم إن شاء الله دي هتكون بداية لانطلاقة أهلاوية كالعادة. وقلت لكم هنحتفل بالسوبر المصري مع بعض. الحمد لله رب العالمين احتفلنا. وبعد السوبر المصري برضه عملت فيديو وقلت لكم إن شاء الله بعد مباراة العين هنحتفل مع بعض، ودينا بنحتفل. انا مش مشكله عندي احتفالات الاهلي والكلام ده كله، ما أصل احنا واخدين على الكلام ده، واخدين على البطولات والحاجات دي. انا بس صعبان عليا يعني صحاب الزملكاويه، الناس زعلانه قوي، الناس تعبانه. يعني انا مش عارف الاهلي بيعمل ليه كده في الزملكاويه. يعني كده حرام. يعني عمرو الدرديري خارج يقول هو معقول الاهلي يبقى بطل نص الدنيا من مباراه واحده؟ وماهر غريب يخرج يقول انا عايز اعرف ايه مسمى البطوله دي، وخالد الغندور يقول اصل انا اول مره في حياتي اشوف بطوله بالمسمى ده. اه يا استاذ بندق، يا اعلام يا كبير، ما هو انت اول مره تشوفها لانها بطوله مستحدثه يا حبيبي. الموضوع وما فيه يا سيدي ان دي بطوله بتتلعب على ملاعب من قاره لقاره، مش مجمعه، عشان في النهايه يدوا كاس. احنا في كاس العالم للانديه كنا دايما معترضين على ان الفرق تفضل تقابل بعض، ويجي فريق واحد منهم ضامن يلعب على الاول والثاني، والثاني ضامن يلعب على المركز الثالث والرابع من ماتش واحد. دي كانت عنصريه، وكنا شايفين ان ده غلط ومش كويس. الفيفا فطن للنقطه دي، وقال لك لما فريق زي اوكلاند يقابل العين الاماراتي، وبعدين الفايز منهم يقابل النادي الاهلي، والفايز من النادي الاهلي والعين الاماراتي لازم يكون في حافز. الحافز ده كاس للبطوله دي. ده الفيفا هو اللي قال كده، احنا ما قلناش. تمام. طيب، في انت عشان بقى الاهلي الوحش كمان هيلعب الماتش الجاي في فرقتين برازيليين هيقابلوا بعض، الفايز منهم هيمثل امريكا اللاتينيه، وهيقابل مين؟ هيقابل باتشيكو المكسيكي. طب الفايز من الاثنين دول هيقابل مين؟ هيقابل نادينا العظيم الاهلي على كاس التحدي. يا دي المصيبه، تاني الاهلي تاني، يعني لسه لعب على كاس من كام يوم، هيلعب على كاس تاني، كاس نص الدنيا، وبعد كده كاس التحدي. الفيفا متآمر، متآمر، الفيفا وحش. بص، في علم النفس كده في ميكانيزم دفاعي، الميكانيزم ده دي آلية بيستخدمها أي واحد مش قادر يحقق أي نجاح، فبيقلل من نجاح الآخرين. دي حاجة معروفة في علم النفس عشان تكونوا عارفين يعني، وأنا دارس يعني. ف يعني على سبيل المثال، واحد اشترى عربية فخمة كده وبمبلغ كبير، فيجي واحد مش قادر يجيب عربية زي كده يقول لك يا عم العربيات أصله بتستهلك بنزين كتير، وبعدين العربيات بتعمل حوادث. وبعد شوف ده عايز يتحرر من الضغط النفسي، وعايز يتحرر من الطاقة السلبية اللي جواه نتيجة نجاح المنافس بتاعه، فيقوم يقلل من حجم نجاحه. فيعني مش عايزكم تزعلوا من الزملكاويه، ارأفوا بيهم وكبروا بخاطرهم. ولما حد يجي يقول لك هو الكاس احمر ليه؟ قول له يا عم ما احنا عاملين الكاس ده عند الحاج عجوه، وبعدين الفيفا جاملنا وقال ده ايه؟ اعتبروه كاس. طب امال هنا ابو ريده ده مش ممثل الاتحاد الدولي وكان جاي بيسلمك الكاس؟ قول لهم لا، ده كان معدي بالصدفه بره الاستاد واحنا جبناه عشان معلش يا جماعه، اعذروا الناس يعني. فاكرين مرتضى لما راح جاب كاس من خان الخليلي واحتفل بيه مع اللعيبه بتوع الصالات؟ احنا عملنا كده. طب امال ايه تهنئه الفيفا للاهلي يا عم لا، الفيفا ما هناش الاهلي ولا حاجه، ده بتاع ده شغل فوتوشوب. طب امال انفانتينو ليه مهني الاهلي يا عم لا، ده واحد شبهه
مش انفانتينو ده فاهم. اتعامل اي واحد زي ما يكون يكلمك بالطريقه دي رد عليه كده بس، عديها. وبكره باذن الله باذن الله مباراه سيراميكا هي ضربه البدايه الموفقه باذن الله للفوز ببطوله الدوري، البطوله المفضله بالنسبه لنا، وبطوله النفس الطويل. والنفس الطويل عند مين؟ عند الاهلي. تحياتي لحضراتكم، واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.